يا مساء الفل، ازيكم؟ مساءكم سكر، مساءكم عسل، مساءكم كل حاجة جميلة. من فضلكم فعلوا الجرس، وعايزة اشتراك وعايزة تعليقات. وقبل أي كلام نصلي على رسول الله، اللهم صل وبارك على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين وفي كل وقت وحين. عايزة يعني أمنية حياتي كده يا جماعة من فضلكم، عايزة تفعلوا الجرس عشان عايزة قناتي تكبر على اليوتيوب، كل الناس تعرف قناة الصفا. تعالوا بقى نسمع مشكلة النهاردة ونشوف الأستاذة دي حصل إيه. بصوا يا جماعة، أنا بيجيلي والله العظيم، يعني أنا اللي بقول المشكلة ساعات مش مصدق، عشان أنا بعذركم لما بتسمعوا المشكلة. يعني أنا بقول الحاجات دي في الدنيا، في الدنيا. تخيلوا بقى، صدقوا أي مشكلة أقولها، صدقوا، لأن أنا لما بتجيلي بقعد كده أقنع نفسي، هل ده بيحصل في الدنيا؟ هل ده بجد؟ للأسف كل ده في الدنيا، كل ده مشاكل من الحياة. واحدة بتقول أنا كنت متجوزة قبل كده، وكان جوزي من النوع اللي بيشرب اللي هو الحشيش والحاجات دي، يعني ما كانش سوي، يعني على طول ضرب وإهانة وشتيمة فيا، يعني جوازة ما كانش تنفع إن أنا أستمر فيها. حاولت معاه سنة، يعني ما فيش منه أمل. آخر ما غلبت أهلي طلقوني منه. المهم في واحد صاحب أبويا مراته ماتت، فهو بيتكلم مع صاحبه، بيقول له والله هي ماتت. قعد يعني على ذكراها 3 سنين. خلال ال3 سنين دول ما حدش بيخدمه، وما خلفش بنات، ما خلفش غير شاب. ف يعني بيحكي لأبويا وبيقول له إن أنا مش عارف والله أطبخ طبخة، والدنيا متبهدلة عندي، والحياة مش نافعة خالص من غير ست. في نفس الوقت مانيش عايز أتجوز علشان ابني، مفروض أجوز ابن شاب، المفروض أجوزه، بس هو لسه ما شافش عروسة والكلام ده. فهو يعني اتنين بيقعدوا كده يتكلموا مع بعض، فهو بيقول له والله برضو بنتي حصل لها الظروف دي، يعني اتجوزت وجوازها مش كويسة، وجوزها إهانة وشتيمة وضرب، وكان بيشرب حشيش وحاجات من دي، ما كانش فيه منه أمل وطلقتها. ده حتى كرهت الجواز وكرهت الرجالة والكلام ده. فهو قال لأبويا طيب، طب ما تخلينا اتجوزها، طالما اتجوزت شاب وهنها، انا راجل مش ههنها، ومش هعمل غير ان اكرمها وتخدمني انا وابني، وهحطها في عيني. فاخد الكلام منه ابويا واجا يحكيهولي. يعني هو راجل كويس ومقتدر وما عندوش غير شاب واحد. قعدت افكر كده مع نفسي واقول لنفسي، طب ما انا اتجوزت الشاب، ارتحت معاه، ما هني وضربني وشتمني وبقى يشرب، وشفت معاه بهدلت الدنيا، ما يمكن ده يبقى انسان محترم ويحطني في عينيه. انا كنت زعلانه ان انا هتجوز راجل كبير، بس في نفس الوقت ما انا قارنت بيه وبالشاب اللي اتجوزته، قلت ممكن الاقي معاه السعاده. بس انا ما كنتش مقتنعه قوي بالجوازه، بس اتجوزت. المهم اتجوزت، طبعا انا عمر كله ما يجيش 30 سنة، يعني ما جبتش ال30. فابنه سنه من سني، تمام. فطبعا انا اتجوزت واحنا يعني جوزي وابنه وانا في قلب البيت. طبعا هو موظف بيروح شغله وبيسيبنا في البيت. فطبعا بقوم اوضب الفطار ونقعد نفطر مع بعض. علشان يعني اختصر في الحكاية، حصل حب بيني وبين ابن جوزي. هتقولوا لي ازاي؟ اقول لكم هو ده اللي حصل.
حصل بينا أخدنا على بعض. عارفين بقى لما يكونوا اتنين مع بعض في البيت، أخدنا على بعض في الأول، وبعد كده قلبت بحب، وبعد الحب زي ما حضراتكم عارفين طبعا جوزي في الشغل وراجل كبير، يعني عمره ما، يعني أنا زي ما قلت لكم في الأول أنا ما كنتش راضية بالجوازة دي، بس هو نصيبه حصل، وكنت أتمنى أتجوز شاب، وللأسف حصل حب بيني وبين ابن جوزي لأن شاب زيي، وحصل بينا علاقة، مش علاقة واحدة بقى، علاقات. فطبعا الراجل ما يعرفش أي حاجة لأنه في الشغل، بنبقى عارفين مواعيده، فمجرد ما يجي بنتظبط أنا وهو، ما فيش حاجة بانت علينا خالص. كان بقى بيشوفني سعيدة وفرحانة ومعتنية بنفسي ومتزوقة وحاسة بالحياة. هو مفكر ان هو بيسعدني او انا سعيدة بيه، ما يعرفش ان انا سعيدة بابنه وبحب ابنه. بس طبعا ازاي الكلام ده يتقال؟ حصل حمل، يعني بقى يحصل علاقة مع ابنه، وده زوجي، يعني بيحصل علاقة بس كل فين وفين، لأن راجل كبير يعني ما هوش شاب يعني، وهو متجوزني أصلا مش عشان كمان العلاقة، لأ، عشان إن أنا أخدمه واطبخ له، يعني جايب الخدامة، يعني أخدمه وأخدم ابنه. إيه يعني العلاقة اللي بيني وبينه ضعيفة جدا ومش على طول، يعني فين وفين. أنا دلوقتي حامل، تمام، أنا حامل في الشهر السابع، وهو عرف ان انا حامل. طبعا هو فرحان، هو اتاخد في الاول كده وقال انا لسه هخلف في السن ده، بس فرح وقال يلا يبقى ولد الكبر يعني. ويشاء القدر ان هو يجيله، يعني حصل له كده شوية تعب بسرعة كده، يعني في يوم وليلة كده حسيت ان هو جاله حاجة في القلب، ودخل العناية مركزة، وقعد أسبوع وتوفى، وهو ميت، وهو ما يعرفش أي حاجة، ما يعرفش أي حاجة بينه وبين ابنه. أنا دلوقتي حامل، بس أنا متأكدة إن الحمل ده من ابنه مش من جوزي. أعمل إيه؟ واتصرف إزاي؟ أكتب الولد باسم ابنه ولا باسم أبوه؟ لأن أنا شاكة ومانيش عارفة يا جماعة بصراحة أنا حامل من مين. معقول؟ يعني أنا اديت لكم الكلمتين قبل الحكاية، هل انتم مصدقين؟ زي أنا كده بالظبط، يعني انتي عاشرت الاتنين، عاشرت الزوج وابنه، وحامل ما انتش عارفة الحمل ده من مين. أنا رأيي إن انتي تكتبيه باسم جوزك. هتكتبيه باسم ابنه ازاي؟ يعني ما انت هتفضحي نفسك. صح يا جماعة ولا أنا غلطانة؟ هيبقى ابنه، لو هو ابنه هيبقى ابنه واخوه. لا بجد حكايات يا جماعة، الدنيا دي فيها ده كله. يعني أنا بقول الحكاية، وقبل الحكاية بقول هل انتوا هتصدقوا؟ أنا بقى بصدق كل الحكايات اللي بتجيلي. احنا عايشين في غابة، مش عايشين في دنيا. الدنيا بقت خلطبيصة كده، كله في بعضه كده، أنا مانيش عارفة في ايه. فهو ده الحل اللي أنا بقوله. عايزة حضراتكم بقى تسمعوا آرائي وتعليقاتي، وعايزة أشوف تعليقاتكم، ونشوف الأستاذة دي لما تولد كده وتقوم بالسلامة
هتكتب البنت ولا الولد باسم مين؟ انا بقول يتكتب باسم جوزها اللي في عقد زواج بينها وبينه، وفي تلك الحالتين هيبقى لا ابنه لا اخوه. هو ده الحل. وطبعا هي ما تقدرش تتجوز ابنه، الاسلام ما قالش كده، دي كانت مرات ابوه يعني محرمة عليه لانها في منزلة امه. يبقى ما ينفعش خالص ان الولد او البنت اللي هيتولد يتكتب باسم ابن جوزها، لا، ما ينفعش، يتكتب باسم جوزك، وجزائك هتاخديه من الله بس. فعايزة اشوف تعليقاتكم واقول لكم اشوفكم على خير في مشاكل اخرى مع الصفا، واقول لكم تصبحوا على الف خير. سلام.